الكباب من الوصفات الجزائريه اللي نعشقها ونحب كل مره نطيبها وما نكرهش منها. السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه الكباب بابسط طريقه، غير في الكوكوطه، وصدقوني تجي ضربه في البنه. ونزيد لكم حاجه، الكباب بلا قرفه وقارص، غير ما كان لا تقولوا عليه كباب. خليكم مع طريقه التحضير. اول حاجه في كوكوطه نديروا شويه تاع الزيت، شويه تاع الزبده، نضيفوا ايضا اطراف تاع الدجاج، تحبوا ديروا صدر دجاج ولا ديروا افخاذ الدجاج واش كان عندكم. ومن بعد نحطوا على النار، نخليو الدجاج تاعنا يتحمر بيان بلا ما نحرقوا الكوكوطه تاعنا باش ما تجيش لاصوص تاعنا كحله كما صارت لينا. نضيفوا حبه تاع بصل متوسطه في الحجم مرابيه. وفي الاونه الاخيره راهم يلحقوني بزاف لي ميساج على الملح في الماكله. بزاف ما تقولوش الحل اللي تقول لي نخاف نقص الملح تجيني الماكله مسوسه ومش بنينه، كاين اللي تقول لي نعرف نقدر الملح بصح هكاك والماكله تجي مالحه. ما لقيت حتى حل. ما نقول لكم الحل راه عندي، عليكم وعلى الكيوب تاع جامبو ناقص 25 ملح، اقل ملح ونفس البنه وبلا ما تزيدوا الملح، هكا الذوق يجي متوازن. زدت ايضا كميه نتاع المعدنوس تاو نخليهم مكتوبين اسفل لا فيديو. نقلي كلش مع بعض على نار تكون قليله، ومن بعد نضيفوا لهنا كميه تاع الحمص اللي كان مشمخ، نزيدوا ايضا نقليوه شويه، ومن بعد نمرقوا بالماء يكون سخون. بما انه درنا الحمص الماء لازم يكون سخون. نخلطوا خلطه ولا زوج، نغطيو الكوكوطه تاعنا ونخليوها مده نص ساعه. قليت لهنا حوالي ربع حبه تاع البطاطا، الكميه ترجع حسب عدد افراد العائله. بعد ما طابت لي هذيك لاصوص نحيت كميه الدجاج كما شفتوا كنت نحمر فيه في الكوكوطه. البطاطا اللي قليتها راح نجمرها في هذيك لاصوص مع هذاك الحمص حوالي 10 دقائق على نار اللي تكون متوسطه. بعد ما جمرت لي هذيك البطاطا واش نديروا؟ نروحوا لاصوص تاعنا هذيك اللي نحيناها، الكميه هذيك القليله خليوها تبرد، نضيفوا لها حبه تاع بيض، عصير نص حبه ليمون، وعندي كميه نتاع المعدنوس، نخبطوهم بيان ومن بعد نضيفوهم على الوجه نتاع هذيك البطاطا، ونحاولوا نثقبوا باش تدخلنا هذيك لاصوص يعني للقاعده نتاع الكوكوطه، ونخليوها فقط 5 دقائق 10 دقائق ونطفيو عليها. وفي الاخير نقدموها في صحن تقديم بالطريقه الموضحه في الفيديو. نزيدوا نشبحوها بشويه تاع المعدنوس، عود قرفه، وعندنا شرائح نتاع الليمون. صدقوني هذه الوصفه تاع الكباب من اروع ما يكون. وكما قلت لكم الكباب بلا قرفه بلا قرص ما نسموش كباب. والسر نتاع الملح هما لي كيوب تاع جامبو ناقص 25 ملح. تهلاو في رواحكم والسلام.